تخيل إن مخك اللي بتفكر بيه دلوقتي ممكن يتغير للأبد بسبب لحظة واحدة بس. 70% من البشر على الكوكب ده عايشوا اللحظة دي، وانت على الأغلب واحد منهم. قبل ما نبدأ عايزاكم تعملوا حاجة معايا. افتكروا أسوأ لحظة في حياتكم، اللحظة اللي لو تقدروا تمسحوها من ذاكرتكم كنتم مسحتوها من زمان. طب دلوقتي تخيلوا إن اللحظة دي مش بس ذكر، تخيلوا إنها بقت جزء من جسمكم، من كيمياء مخكم، من الطريقة اللي بتتنفسوا وبتناموا وتصحوا بيها. تخيلوا إن اللحظة دي سابت ندبة فيكم، ندبة مش بتروح، وده اللي بنسميه التروما. والنهاردة هنعمل حاجة غريبة شوية، مش هنتكلم عن التروما كمصطلح ترندي على السوشيال ميديا، هنتكلم عنها كعلم، كتاريخ، كظاهرة غيرت فهمنا للعقل البشري. هنرجع بالزمن لورا 150 سنة، لزمن القطارات البخارية والحروب العالمية والأطباء اللي كانوا بيعدموا الجنود علشان فاكرينهم جبنة. هنفهم إزاي مخك بيتغير لما تعيش حدث مرعب، وهنعرف هل التروما ممكن تتورث وتتنقل من جيل لجيل. بس الأهم من ده كله هنعرف إزاي ممكن نتعافى. يلا بينا. سنة 1865 في إنجلترا الفيكتورية، العالم كله كان مهووس باختراع جديد اسمه السكة الحديد. الناس وقتها كانت شايفة القطر كأنه معجزة. تخيل بدل ما تسافر من لندن لمانشستر في 3 أيام بعربية بيجرها حصان، بقيت توصل في 4 ساعات بس زي أي تكنولوجيا جديدة كان في تمن، والتمن هنا كان الحوادث. حوادث مروعة، عربيات خشب بتدخل في بعض بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، ودي كانت زي سرعة الصاروخ وقتها. والغريب بقى، بعد الحوادث دي بدأ يظهر ناس كتير بيشتكوا من أعراض محدش فاهمها، تعب مزمن، أرق وكوابيس وألام في الظهر والرقبة ورعشة بين الإيدين. بس لما الدكتور يكشف عليهم ما يلاقيش أي كسور ولا أي جروح ولا أي حاجة خالص. شركات السكك الحديد طبعا قالت دول نصابين بيمثلوا علشان ياخدوا تعويضات، وطلعوا عليهم اسم ساخر، ليتيجيشن نيوروسيس، يعني عصابة تقاضي. وقالوا إن كل مرضهم علشان يرفعوا قضية ويكسبوا فلوس. لحد ما ظهر راجل اسمه جون إريكسون. إريكسون كان جراح بريطاني تقيل، درس الحالات دي بدقة، وفي سنة 1866 نشر كتاب اسمه عن إصابات السكة الحديد وإصابات الجهاز العصبي الأخرى، وقال فيه حاجة ثورية جدا: الناس دي مش بتمثل، دي إصابة حقيقية، بس مش في العظم، في الجهاز العصبي. وسمى الحالة دي ريلوي سباين، يعني العمود الفقري السككي. إريكسون كان لسه فاكر إن المشكلة ميكانيكية بحتة، إن خضة الحادثة بترج العمود الفقري، والحبل الشوكي رجة عنيفة جدا بتعمل التهاب أو تلف دقيق مش بيبان في الفحص العادي. كان غلطان طبعا، بس هو من غير ما يقصد فتح باب جديد خالص. لأول مرة في التاريخ الحديث حد بيقول إن الصدمة ممكن تسيب مرض حقيقي حتى لو مفيش إصابة جسدية واضحة، وده كان مجرد البداية. نعمل فاست فورورد حوالي 50 سنة. في أغسطس سنة 1914 العالم بيدخل في كابوس اسمه الحرب العالمية الأولى. الحرب دي كانت مختلفة تماما عن أي حرب قبلها، عشان لأول مرة في التاريخ التكنولوجيا الحديثة بتدخل ساحة المعركة. مدافع تقيلة بتقصف على مدار الساعة، وغازات سامة ورشاشات ودبابات. الجنود كانوا بيقعدوا في الخنادق لأسابيع وأحيانا شهور تحت القصف المستمر في الوحل مع الفيران والجثث، ومفيش نوم ولا أمان، ومفيش لحظة واحدة تقدر تقول فيها أنا في أمان. وبعد فترة بدأ يحصل حاجة غريبة، جنود فجأة بيتشلوا، ما بيقدروش يمشوا رغم إن رجليهم سليمة، وجنود تانية بيفقدوا النطق تماما، وجنود عندهم رعشة مستمرة في كل جسمهم مش قادرين يوقفوها، ونظراتهم زايغة كأنهم بيبصوا على حاجة بعيدة قوي مش موجودة. النظرة دي اتسمت بعد كده 1000 يارد ستير، يعني نظرة ال1000 يارد. في الأول القادة العسكريين اللي طبعا قاعدين في مكاتبهم المريحة بعيد عن الجبهة قالوا دول جبنة، دول بيمثلوا علشان يهربوا من القتال. وفعلا كانوا بيحاكموهم عسكريا وأحيانا بيعدموهم. أكتر من 300 جندي بريطاني اتعدموا في الحرب العالمية الأولى بتهمة الجبن أو الهروب من الخدمة. معظمهم كان عنده اللي هنعرف بعد كده إنه مرض نفسي، بس الحالات كترت بالآلاف، بل بعشرات الآلاف، وما كانش ينفع يعدموهم كلهم، فبدأ الأطباء العسكريين ياخدوا الموضوع بجدية. سنة 1915 دكتور بريطاني اسمه تشارلز مايرز نشر مقال في المجلة الطبية المرموقة ذا لانست، وفيه استخدم مصطلح جديد لأول مرة: شيل شوك، يعني صدمة القذيفة.
الاسم ده جه من الاعتقاد إن موجة الانفجار من القذايف بتعمل نوع من الارتجاج في المخ. بس بعد فترة مايرز نفسه لاحظ حاجة غريبة جدا. الأعراض دي كانت بتظهر على جنود عمرهم ما تعرضوا لقصف مباشر، مجرد إنهم كانوا في جو الحرب والرعب والموت المستمر كان كافي. وهنا بقى حصل التحول الحقيقي في الفهم. مايرز وزمايله بدأوا يقولوا يا جماعة الجرح مش في المخ كعضو، الجرح في النفس. الصدمة مش جسدية، الصدمة نفسية. خلوني أحكي لكم قصة حقيقية، قصة جندي بريطاني اسمه هاري فار. هاري كان عنده 25 سنة، اتجند في الجيش البريطاني سنة 1908. لما الحرب بدأت اتبعت للجبهة، وهناك عاش الجحيم بعينه. في مايو 1915 قذيفة انفجرت قريب منه قوي. هاري نجا بس بدأت تظهر عليه أعراض غريبة، رعشة وكوابيس وخوف شديد من أي صوت عالي. الأطباء وقتها شخصوه بشيل شق وأخدوه من الجبهة لفترة، بس بعد شوية رجعوه للقتال تاني، وهاري ما قدرش. في سبتمبر سنة 1916 وفي واحدة من أعنف معارك الحرب، هاري رفض يخرج من الخندق، مش عشان جبان بس عشان جسمه حرفيا كان مش قادر يتحرك من الرعب. وفي 18 أكتوبر سنة 1916 هاري فار اتحاكم عسكريا واتحكم عليه بالإعدام، وتنفذ الحكم في نفس اليوم برصاصة في القلب قدام زمايله كلهم. المبهر إن أمه فضلت تحارب لمدة 90 سنة، أيوة 90 سنة، عشان ترد اعتبار ابنها. وفي سنة 2006 الحكومة البريطانية أخيراً اعترفت بالخطأ وأصدرت عفو رسمي بعد الوفاة لهاري وال306 جندي تانيين اتعدموا ظلم. القصة دي مش بس مأساة شخصية، دي رمز الفشل البشرية في فهم التروما لفترة طويلة. وللأسف الفهم ده جه متأخر قوي. بعد الحرب العالمية الأولى والتانية وحرب فيتنام العلماء بدأوا يفهموا التروما أكتر. وفي سنة 1980 الجمعية الأمريكية للطب النفسي اعترفت رسمياً بمرض اسمه PTSD Post Traumatic Stress Disorder، اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة. بس السؤال الحقيقي، إيه اللي بيحصل جوه المخ لما تعيش تروما؟ مخك يا صديقي في جهاز إنذار متطور جداً. الجهاز ده شغال 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، عشان يحميك من الخطر عن طريق 3 أجزاء مهمة جدا. الجزء الأول الأميجدلا أو اللوزة الدماغية، ودي حاجة صغيرة في حجم اللوزة موجودة في عمق المخ، شغلتها إنها تكشف الخطر. أول ما تشوف أسد أو سكينة أو عربية جاية عليك بسرعة، الأميجدلا بتضرب جرس الإنذار، وساعتها جسمك كله بيدخل في وضع الطوارئ. القلب يدق بسرعة، الأدرينالين بيتضخ، والعضلات بتتشد. كل ده بيحصل في أقل من ثانية. الجزء الثاني الهيبوكامبس، أمين المكتبة. ده أمين مكتبة الذكريات، شغلته إنه يسجل كل حاجة بتحصل لك ويحطها في سياقها الصحيح. يقولك الأسد ده خطر، بس لو جوه القفص في حديقة الحيوان ريلاكس. الهيبوكامبس هو اللي بيفرق بين ذكرى الماضي والحاضر، بيقولك ده حصل امبارح مش دلوقتي. والجزء الثالث والأخير القشرة الجبهية الأمامية، البريفرونتال كورتكس، ودي بقى البيج بوس. دي مركز القيادة، العقل المفكر اللي بياخد القرارات المنطقية، بيسمع من جرس الإنذار الأميجدلا ومن أمين المكتبة الهيبوكامبس، وبعدين يقرر نعمل إيه. مثلا أول ما تشم ريحة دخان، الأميجدلا بتصرخ حريق، حد ينده حد. الهيبوكامبس تقول لها بهدوء ما تهدي يا حبيبتي، دي ريحة شمعة عيد الميلاد. القشرة الجبهية تقول لهم تمام يا جماعة، كل واحد يرجع لشغله، مفيش خطر. في الوضع الطبيعي التلاتة دول شغالين مع بعض في تناغم بديع، بس في حدث التروما السيستم ده بيضرب. تخيل إنك لا قدر الله في حادثة عربية فظيعة أو في زلزال أو في اعتداء عنيف. الخطر وقتها بيبقى حقيقي ومفاجئ وقوي لدرجة إن الأميجدلا بتعلي صوتها على الآخر، بتصرخ بكل قوتها، وصوتها بيغطي تماما على صوت الهيبوكامبس والقشرة الجبهية. المخ كله بيدخل في حالة طوارئ قصوى، وما بيبقاش عنده غير 3 اختيارات: fight, flight or freeze. fight يعني بينا نحارب وندافع عن نفسنا، فلايت يعني اهرب يا معلم، فريز
اتجمد في مكانك. المشكلة الحقيقية إن بعد ما الحدث بيخلص الأميجدلا مش بتهدى، بتفضل معلقة في وضع الإنذار، وبتفضل حساسة جدا لأي حاجة تفكرها بالحدث. صوت عالي تدي إنذار، ريحة معينة إنذار، موقف شبه الموقف الأصلي إنذار. والهيبوكامبس أمين المكتبة الغلبان بيبقى متلخبط، الذكرى مش متسجلة بشكل صحيح، مش عارف يفرق بين ده حصل زمان وده حصل دلوقتي. وعشان كده مريض PTSD بيجيله فلاش باكس بتخليه يعيش الحدث تاني وكأنه بيحصل حالا، بكل تفاصيله ومشاعره ورعبه. وده مش مجرد ذكرى وحشة، ده تغيير فيزيائي في كيمياء المخ. دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي أثبتت إن الناس اللي عندها PTSD الأميجدلا عندهم أكبر ونشطة أكتر، والهيبوكامبس أصغر ونشاطه أقل. التروما فعلا بتغير شكل المخ فعليا مش نظريا. العلماء لما درسوا التروما أكتر لقوا إن مش كل تروما زي بعضها، وقسموها ل3 أنواع رئيسية. النوع الأول التروما الحادة أكيوت تروما، ودي بتحصل من حدث واحد مفاجئ ومرعب زي حادثة عربية، أو كارثة طبيعية زي زلزال أو حريق، أو اعتداء جنسي أو جسدي، أو موت مفاجئ لحد عزيز. الحدث بيحصل مرة واحدة بس أثره ممكن يفضل سنين. النوع التاني التروما المزمنة كرونيك تروما، ودي بتحصل من التعرض المتكرر لنفس نوع الأذى على فترة طويلة زي العنف الأسري المستمر، أو التعرض للتنمر لفترات طويلة، أو الحياة في منطقة حرب، أو الإساءة الجنسية المتكررة. هنا الشخص مش بيعيش الحدث لمرة واحدة، ده بيعيش في حالة خطر دايما. النوع الثالث التروما المعقدة كومبلكس تروما، وده النوع الأخطر والأعمق، بيحصل من التعرض لأنواع مختلفة من الأذى عادة في الطفولة المبكرة، ومن ناس المفروض يكونوا مصدر الأمان زي الأهل، زي الطفل اللي بيتعرض للضرب والإهمال والإساءة العاطفية، كل ده في نفس الوقت من أبوه وأمه. النوع ده مش بيعمل أعراض PTSD، ده بيغير الشخصية كلها، بيخلي الشخص مش واثق في حد، وحاسس بالعار والذنب طول الوقت، مش عارف ينظم مشاعره، ممكن ينفجر غضب أو يدخل في اكتئاب عميق بدون سبب واضح، وعنده مشاكل في العلاقات طول حياته. وعشان كده ناس كتير وهي كبيرة بتلاقي نفسها دايما بتنجذب لنفس نوع العلاقات اللي بتوجعها، وما تلاقيش نفسها غير في العلاقات التوكسيك. زي واحدة صاحبتي بتلم الريد فلاجز وتعملها فستان. ليه؟ لأن المخ بيدور على المألوف حتى لو مؤذي، المخ بيحب اللي يعرفه. بس مش عايزاك تقلق، ده كمان بيتغير. العلاقات الآمنة بتعلم المخ شكل جديد من الحب، علاقة فيها استقرار واحترام بتخلي الجهاز العصبي يعيد تعريف الأمان، وده اللي العلماء بيسموه corrective experience، يعني التجربة المصححة. يعني المخ بيتعلم إن مش كل صوت عالي يساوي خطر، ومش كل قرب فيه تهديد. وفي جانب تاني مهم جدا اللي هو الذاكرة. الناس فاكرة إن التروما معناها إنك فاكر كل حاجة بالتفصيل، بس الحقيقة إن المخ ساعات بيعمل العكس، بيحذف أو يشوه الذكرى علشان يحميك، وده اسمه dissociation أو الانفصال. تحس إنك بره جسمك أو مش فاكر تفاصيل معينة، وده رد فعل دفاعي من المخ. الذاكرة هنا بتتصرف كأنها قفلت ملف عليه فيروس، بس لما تبتدي تتعافى المخ بيبتدي يفتح الملفات دي واحدة واحدة. وكل ده بيورينا قد إيه التروما مش بس حكاية حزينة، التروما ظاهرة علمية معقدة جدا، بس الأجمل إنها قابلة للفهم وبالتالي قابلة للعلاج. كل اللي قلناه لحد دلوقتي عن التروما كان لسه نظري نوعا ما لحد سنة 1995. في السنة دي اتعملت واحدة من أهم الدراسات في تاريخ الطب النفسي، دراسة اسمها ACE Study Adverse Childhood Experiences أو تجارب الطفولة السلبية. الدراسة دي عملها مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC، وشملت أكتر من 17,000 شخص بالغ. الباحثين سألوا الناس دي 10 أسئلة بسيطة عن طفولتهم: هل تعرضت للضرب؟ هل تعرضت للإساءة الجنسية؟ هل تعرضت للإهمال؟ هل أحد والديك كان مدمن كحول أو مخدرات؟ هل أحد والديك كان في السجن؟ هل شاهدت عنف بين والديك؟ إلى آخره.
كل نعم بتساوي نقطة واحدة، والمجموع بيدي ACE سكور. تجارب الطفولة السلبية والنتائج كانت صادمة. أولاً 67% من المشاركين، يعني تقريباً تلتين الناس، عندهم على الأقل تجربة سلبية واحدة في الطفولة. ثانياً، كل ما ال ACE سكور بتزيد، كل ما احتمالية إصابتك بأمراض خطيرة في الكبر بتزيد بشكل مرعب. مثلا لو عندك ACE سكور بيساوي 4 أو أكتر، يعني 4 تجارب سلبية أو أكتر في الطفولة، مقارنة بحد عنده سكور 0، احتمالية إصابتك بالاكتئاب المزمن بتزيد 4.6 مرة، واحتمالية الانتحار بتزيد 12 مرة، واحتمالية إدمان الكحول بتزيد 7 مرات، واحتمالية الإصابة بأمراض القلب بتزيد 2.2 مرة، واحتمالية الإصابة بالسرطان بتزيد 1.9 مرة. يعني التروما في الطفولة مش بس بتأثر على صحتك النفسية، دي كمان بتأثر على جسمك كله، على قلبك وكبدك وجهازك المناعي، على كل حاجة. وده بيوصلنا لسؤال مرعب: ليه؟ الإجابة في حاجة اسمها توكسيك ستريس أو الضغط السام. لما الطفل بيعيش في بيئة مليانة خطر وخوف مستمر، جسمه بيفضل يضخ ستريس هرمونز، هرمونات التوتر زي الكورتيزول والأدرينالين طول الوقت. وده على المدى الطويل بيعمل التهاب مزمن في الجسم، وبيضعف الجهاز المناعي، وبيزود احتمالية كل الأمراض دي. طب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: لو أنا عشت تروما، هل ممكن أنقلها لأولادي؟ مش بالتربية، بالجينات؟ الإجابة معقدة، بس الخلاصة أيوة ممكن. في حاجة في العلم اسمها epigenetics، علم فوق الجينات، وببساطة ده بيدرس ازاي البيئة والتجارب اللي بنعيشها ممكن تغير طريقة عمل الجينات من غير ما تغير الجينات نفسها. تخيل الجينات كأنها مفاتيح كهرباء، الإيبيجيناتكس هي اللي بتحدد أنهي مفتاح يكون مفتوح وأنهي مفتاح مقفول. ودراسات حديثة أثبتت إن التروما الشديدة ممكن تغير الإعدادات دي، وإن التغييرات دي ممكن تتنقل للجيل اللي بعدك. مثال حقيقي: أحفاد الهولوكوست. في دراسة مشهورة اتعملت على أحفاد ناجين من الهولوكوست، الباحثين لقوا إن الأحفاد دول رغم إنهم ما عاشوش الهولوكوست بنفسهم، عندهم تغييرات في جينات معينة مسؤولة عن تنظيم هرمونات التوتر. يعني الصدمة اللي عاشها الجدة أو الجدة سابت بصمة بيولوجية في الحفيد. وده مش معناه إن التروما محكوم عليك بيها للأبد، لأ، بس معناه إن التاريخ، تاريخ عيلتك وتاريخ شعبك، ممكن يكون موجود في خلاياك. وده بيخلينا نفهم حاجة مهمة: التروما مش بس قصة فردية، دي قصة جماعية، قصة أجيال. طب يا ستي، شكرا على كل الكلام المرعب ده. السؤال الأهم دلوقتي: هل ممكن نتعافى من التروما؟ الإجابة ولله الحمد أيوة ممكن. المخ البشري عنده قدرة خارقة اسمها نيوروبلاستيسيتي، يعني المرونة العصبية. يعني المخ قادر إنه يعيد برمجة نفسه، يبني وصلات عصبية جديدة، أو بمعنى أصح يصلح اللي اتكسر. بس طبعا ده ما بيحصلش لوحده، ده محتاج علاج متخصص. وأنواع العلاج المعتمدة 2: العلاج الأول العلاج المعرفي السلوكي CBT، وده بيساعدك تفهم الأفكار والمعتقدات السلبية اللي اتكونت عندك بسبب التروما وتغيرها. بيعلمك إزاي تتعامل مع الذكريات والكوابيس. مثلا لو دماغك بيقولك أنا السبب في اللي حصل، العلاج بيخليك تقف وتسأل مين قال كده؟ إيه الدليل؟ بتبدأ تشوف إن مشاعرك مش دايما حقيقية. العلاج التاني EMDR، وده علاج غريب شوية بس فعال جدا، بيعتمد على إنك تفتكر الذكرى المؤلمة وفي نفس الوقت تحرك عينيك يمين وشمال بسرعة. الفكرة إن ده بيساعد المخ إنه يعيد معالجة الذكرى ويرجعها لحجمها الطبيعي، بيخليها تتنقل من حدث بيحصل دلوقتي لذكرى من الماضي، بيقلل الشحنة العاطفية بتاعتها. يعني تفتكر الحدث بس من غير الألم اللي كان بيصاحبه. تالت علاج العلاج بالأدوية. في حالات كتير الأدوية زي مضادات الاكتئاب بتساعد في تنظيم كيمياء المخ وتقليل الأعراض. خلونا أحكي لكم قصة ست اسمها ستيفن اتعرضت لاعتداء جنسي في طفولتها، وعاشت سنين طويلة مع PTSD والاكتئاب ومحاولات الانتحار. وفي سن 35 قررت تاخد خطوة وتبدأ علاج EMDR.
في البداية الموضوع كان صعب جدا، لأنها كانت بتعيش الذكريات دي تاني في كل جلسة. بس مع الوقت بدأت تتحسن، وبعد سنة من العلاج ستيفاني قالت إن الذكريات لسه موجودة بس ما بقتش بتوجعني. بقيت أقدر أفتكرها وأنا حاسة إني في أمان. بقيت أقدر أنام، بقيت أقدر أحب، بقيت أقدر أعيش. وطبعا كل ده بيرجعنا للسؤال الكبير: طب نعمل إيه؟ هل الحل إننا ننسى؟ لا، المخ ما يعرفش ينسى بالعافية، لكن يعرف يعيد تفسير اللي حصل، وده اللي بيسموه النمو بعد الصدمة. العلم بيقول إن بعد الألم ممكن يحصل نمو نفسي وروحي كبير. ناس كتير بعد فقد أو حادث أو مرض بيبدأوا يشوفوا الحياة بشكل مختلف، بيقدروا التفاصيل الصغيرة وبيفهموا معنى الوقت، وبيلاقوا هدف في حياتهم، مش لأنهم بقوا مبسوطين فجأة، لكن لأنهم اكتشفوا عمق الحياة بعد ما شافوا وشها الأسود. التعافي مش معناه إنك تنسى، التعافي معناه إنك تتصالح مع اللي حصل لك، وإنك تاخد القوة من الجرح وتطلع من التجربة أقوى. أنا عارفة إن الموضوع اللي اتكلمنا فيه النهاردة تقيل ومؤلم جدا، بس في نفس الوقت مهم. التروما مش حاجة نتكسف منها ولا وصمة عار. التروما جرح، جرح عميق في النفس، وزي أي جرح محتاج وقت وعناية وصبر علشان يلتئم. الإحصائيات بتقول إن 70% من البشر على الكوكب ده عاشوا حدث صادم في حياتهم. يعني لو أنت مش واحد منهم، يبقى أكيد حد قريب منك واحد منهم. وده بيخلينا نفهم حاجة مهمة جدا، هي التعاطف. لما تشوف حد بيتصرف بطريقة غريبة، حد عنده نوبات غضب مفاجأة، أو حد منعزل وما بيثقش في حد، أو حد عايش في خوف دايم، ما تحكمش عليه بسرعة. ممكن يكون عنده تروما، ممكن يكون بيحارب معركة انت مش شايفها. العلم قطع شوط كبير في فهم التروما، من أيام العمود الفقري السككي وصدمة القذيفة لحد دراسات ال ACE والإيبيجيناتكس والنيوروبلاستيسيتي. احنا دلوقتي عارفين إن التروما حقيقية، إنها بتغير المخ، بس كمان عارفين إن التعافي ممكن. وده ياخدنا للحكمة الأخيرة في الرحلة دي، إن التروما مش دايما لعنة، مرات بتبقى نعمة. نعمة بتخليك تفهم نفسك أكتر وتنضج وتوصل لنسخة أحسن من نفسك. لو بصينا للتاريخ، كل الحضارات اللي قامت بعد كوارث طلعت بفكر جديد. الحرب العالمية طلعت منها الأمم المتحدة، الأوبئة طلع منها قوانين الصحة، والانكسارات طلعت منها فنون جديدة. يعني حتى على مستوى المجتمعات الوجع بيخلق وعي جماعي جديد، وإحنا كأفراد مش مختلفين. كل وجع بيسيب وراه إنسان جديد، بس لازم نسيبه يعلمنا، ما ندفنوش ولا نهرب منه. وفي النهاية خليني أقولك كده ببساطة، مش لازم تكون قوي طول الوقت، مش لازم تكون بخير دلوقتي، بس خليك صادق وصمم تكمل. الشفا مش خط مستقيم، ده طريق فيه منحنيات وتعب ومفاجآت، بس كل خطوة فيه ليها معنى. اللي اتكسر مش لازم يتصلح، ممكن يتكون من جديد، زي الفخار الياباني اللي لما بيتكسر بيصلحوه بالذهب. ما بيخفوش الشقوق، لكن بيملوها بالذهب علشان يقولوا العيوب جزء من الجمال. وانت كمان جروحك مش عيب، دي خريطة طريقك اللي وصلت بيك لهنا. اللي اتكسروا بيفهموا الحياة أكتر، مش لأنهم أنضج، لكن لأنهم شافوا الحقيقة من قريب. عرفوا إن كل حاجة ممكن تخلص في ثانية، فقرروا يعيشوا كل ثانية بصدق. وفي الآخر مش مهم اللي حصل لك قد إيه وجعك، المهم إزاي اخترت تقوم من تاني. مش مهم إنك خفت، المهم إنك رجعت تجرب تاني. مش مهم إنك انكسرت، المهم إنك عرفت إن جواك نور لسه ما اتطفاش. في النهاية التروما جزء من التجربة الإنسانية، جزء من اللي بيخلينا بشر، بس اللي بيخلينا بشر أكتر هو إننا نساعد بعض، إننا نسمع بعض، إننا نتعافى مع بعض. لو أنت بتعاني من تروما أو تعرف حد بيعاني، ما تستناش، اطلب مساعدة.
روح لمتخصص. العلاج موجود والأمل دايما موجود، وفي الآخر فهمنا لضعف بعض هو أكبر مصدر لقوتنا كلنا. لو حابين المحتوى اللي بنقدمه ياريت تتابعونا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. كان معاكم حدوتة.